واش عمركم سمعتوا بحجر الفلاسفة أو إكسير الحياة؟ إلا كنتي أول مرة كتشوفني هبط لتحت دير لي واحد اللايك وكومنتير وتبعني على الصفحة ديالي. إكسير الحياة يعني الحياة الأبدية. على مر التاريخ إنسان دائما يسعى وراء الخلود والثراء والملك وأي حاجة متعلقة بهذه الأمور هذه، وهذا حلم أي شخص. غادي نرجعوا اللور بزاف باش نشوفوا أساطير العالم القديم، وبالضبط من نصوص الأهرامات القديمة، من اجتهاد الفراعنة باش يحميوا ممتلكات ديال الملك وباش يرجعوا الحياة بواحد الطقوس بواحد المادة اللي سميتها إكسير الحياة باش يرجعوه الحياة ويستعد الحياة الأبدية ديالو. وكتشتهر أسطورة الملك السومري جيغاميش في رحلته للبحث عن الحياة الأبدية، ومن خلال الأساطير الصينية القديمة كتظهر أولى إشارات لحجر الفلاسفة مع الإمبراطور تشين هوانغ. هو مؤسس سلالة تشين، وهو أول إمبراطور للصين الموحدة وصاحب بناية الأعمال لسور الصين العظيم. كان مشهور بأنه كان يخاف على زوال الملك ديالو والموت بسبب الهجمات للصين الغنية اللي كيتعرض لها من الجيران، وكان يلح على الكيميائيين والمشعوذين والفلاسفة باش يلقاو طريقة باش يطول العمر ديالو. والغريب في الأمر أنه مات في سن مبكر بسبب تناول لوصفات وعقاقير مصنوعة من عظام الحيوانات والأعشاب مخلوطة بالزئبق. كيمياء أو الخيمياء القديم يمكن اعتباره هو الركيزة أساسية لعلم الكيمياء الحديث، ولكن كالعلم البدائي يخلطوا فيه العلم مع الشعوذة والممارسات السحرية. والخيمياء الفلسفية مبنية على أساس أن الطبيعة مكونة من 4 عناصر أساسية اللي هو التراب والهواء والماء والنار، وأن المعادن اللي كاينة في باطن الأرض هي مصنوعة أو مكونة من هذه العناصر، والزئبق الأحمر هو واحد من هذه العناصر الطبيعية الفريدة من نوعها. باش تعرفوا واحد المعلومة إضافية، الزئبق هو المعدن الوحيد اللي تيكون سائل، وما تبقى دائما المعدن تيكون في حالته الصلبة. مع رحلة البحث عن الحجر الفلاسفة الخام اللي كانوا تيقلبوا عليه في الوديان والسهول والجبال، بدأت التجارب المعملية لتصنيع الحجر الفلاسفة. ومع الوقت اختلط التجارب مع العلم مع الشعوذة للحصول على حجر الفلاسفة السحري، لدرجة كاين مخطوطات ووصفات قديمة سحرية باش نحضروا حجر الفلاسفة في حالته الصلبة أو في حالته السائلة. مثلا لقى واحد النص فارسي قديم كينصحوا تربية طفل صغير شعره أحمر وكيوجد على وجهه نموش ويطعمه فقط الفاكهة والعسل، ويقوموا بحبس الطفل في وعاء يحتوي على عظام ضفادع مطحونة والخفافيش، ويضيفوا الزئبق والكبريت ويسدوا عليه سنين حتى يتحلل ويولي مومياء ويمتزج مع الطفل باش يتكون إكسير الحياة. وكيتستعمل هذا المعدن لجوج ديال الحوايج، اللي هو تحويل أي معدن رخيص إلى ذهب، والحاجة الثانية اللي هو الشباب الدائم والخلود. لهذا السبب يسمى بإكسير الحياة، لأنه معدن نقي وما كيتأكسدش. لهذا كيعتقدوا أنه إلا اكتشفوه ما غاديش يأثر على الشخص من يشرب هاد الإكسير الحياة، ما غاديش تأثر عليه يعني ما غاديش يشيخ وينعم بحياة طويلة. وفي السنوات الماضية كانوا كيقولوا بأنه هاد المادة موجودة في ماكينات الخياطة، كاين في أجهزة التلفاز القديمة، ومن بعد تبين بأنه غير غش باش يروجوا الناس ويبيعوها بثمن غالي. أي إنسان عاقل ما غاديش يثيق بحال هاد الخرافات هادي. الخلود لله والبقاء لله وحده، ولكن جشع إنسان للمال والخلود ليس له حدود. باش نضيفوا الملح للطعام كننصحكم أنكم تتبعوا الأنمي اللي سميتو فول ميتال ألشيميست براذرهود. تهلاو لي فراسكم.